لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه بايشو فارجع شوفها الاولى، ولو كنت فاضي او مشغول فعاوزك تصلي على الرسول. وهيا بنا نستكمل احداث هذه الحكايه. بعد انقاذ بطلنا الاخت وتدخل عائله جو لوقف القتال، بايشو بيقرب من يوان وبيقول له ببروده: انت محظوظ النهارده انك لسه عايشه. يوان رد بغله: بص على اللي مستخبي ورا عائله جو وعمال يتكلم عن النجاه. هنا الجد جوين اتدخل وقال بحزمه: ليان انقذ حياتي قبل كده، فاهانتك هي اهانه لعائله جو كلها، وشكلك محتاج تتربى تانية. فجاه الحراس مسكوا يوان اللي فضل يرفص ويصرخ: يا سيد جو ليه الخاسر ده مهم عندك كده؟ عيلتنا طول عمرها بتتعاون معاك، هتخسر كل ده علشان حته عيل؟ الجد رد عليه بمنتهى القوه: ازاي عيله دونجو فانج تبقى شركتنا اصلا؟ ليان هو الوارث الجاي لعيله جو. يوان اتصدم، مش مصدق ان الجد جو واخد صف الولد ده بجد. الجد كمل كلامه وقال: لو عيله دونج فانج اعلنت الحرب فاحنا جاهزين، والاحسن ليكم تفكروا كويس قبل ما تعملوا اي خطوه. الحارس مسك يوانو من شعره، ويوانو كان بيغلي من جواه وعارف ان الخناقه مع عيله جو هتبقى مصيبه، وان ابوه كبير العيله هيعاقبه وهيشيله من اداره البيزنس بتاعهم. الحارس اداله بوكس في وشه خلاه يصرخ ويقول بذله: يا سيد جو انا اسفه، مش هعمل كده تاني. الجد رد عليه: اهانه ليان مفيش فيها سماحه، وده درس ليك. وبعد شويه يوانو من كتر غله رمى كاس في وش تاشكان ابو جيا وهو نايم على سرير المستشفى، وقال له: انت ما كنتش تعرف ان ليان يبقى ابن طليقتك ولي علاقه قويه كده بعيله جوا؟ ليه ما بلغتنيش يا زفت انت؟ تشانجيان رد عليه وهو خايف: والله ما كنت اعرف، ده لسه مبلغني ان العملاء كنسلوا طلباتهم وعائلتنا خسرت كتير بسببه. يوانو كان هيتجنن من عيله جو ومن ليان، وقال انه كان نفسه يشوفهم بيتعذبوا. تشانجيان قال له بمكره وهو بيصب ميه: يا باشا مقامك عاليه وما ينفعش توسخ ايدك، وعيله جو مش سهله، بس احنا ممكن نخلص من ليان بايد حد تانية. يوانو فهم قصده وابتسم بشر وقال له: بالظبط كده، لازم نبعت ليان للقبر بتاعه. وفي الوقت ده جي كانت في الحمام ومعاها كلب الحمامه، وبتحكي معاه ان ليان اتغير وبقى قوي جدا وما حدش قادر عليه، وان قدراته بقت غريبه ومرعبه. بايشو كان قاعد بيقرا وسمع الصوت ورا الباب، فكر ان هم بعتوا حد يقتله، بس حس ان نفس الشخص اللي بره دافي مش غدار. فتح الباب ولقى ليكون الحارس اللي هزمه واقف ودايس على جثث الحراس اللي كانوا بيراقبوه. ليكون نزل على الارض وصرخ: يا سيدي ليا، قدراتك مرعبه وقلبك طيب لدرجه انك ما قتلتنيش. انا سبت عائله دونجفان وعاوز ابقى خادم تحت رجليك. بايشو قال له: انا بس مش عاوز اوسخ ايدي بدمك. ليو كان مسك في البيت وترجاه يديله فرصه، وقال له انه من صغره بيحب قصص الابطال وشايف ان بايشو اقوى معلم في العالم وعاوز يبقى زيه. ووصل بيه انه خبط راسه في الارض وقال له: يا تخليني خدمك يا تقتلني. بايشو فكر ان ليكون بنيته قويه وممكن ينفعه، فقال له: خلاص خليك حارس على الباب وده اول امر ليك. جي ساعتها خرجت وسالت مين اللي كان برا. ليان قال لها: ده ليكون هيحميكي وانا مش موجوده. فجاه تنزهين حفيده الجد جوه وصلت ومعاها شنطه هدايا من جدها. ليان شاف الاسلحه اللي فيها وقال انها مش قد كده بس ممكن يطورها، بس ناقصه كوره. تنزهين قالت له ان جدها عنده مسبك في محل التحف بتاعه ومحطوط في مكعب سحري ولازم هو اللي يروح يفتحه بنفسه. ليان قرر يروح فورا، وجي كانت خايفه عليه بس هو طمنها. تاني يوم راحوا المحل والموظف مينج استقبلهم، وبايشو بص على التحف اللي في المحل وقال لمينج: كل ديت زباله ارميها. مينج اتصدم لان ديت كنوز المحل، لكن بايشو كمل طريقه لمكان فيه طاقه قويه جدا. مينج صرخ: يا فندم بلاش تلمس المكعب ده، انا صرفت عليه كتير علشان اختمه، لو اتفتح الدنيا هتخرب. بايشو ما سمعش كلامه وضرب موجة طاقه دمرت الختم فورا. فتح المكعب وفجاه طلع منه قوه مرعبه بتضحك بصوت عالي وبتقول: انا جعان عاوز اكل مخ. مينج وقع على ركبه من الرعب وصرخ: خلاص ضعنا. القوه هجمت على بايشو وهي بتقول: مخك ده بتاعي. بطلنا ببرود استخدم اسلوب سيف لينجو الثاني، فالقوه صرخت وانكمشت وفضلت تصرخ: مخ بيوجعني. بايشو بص لها وقال لها: تخدميني ولا تموتي؟ القوه استسلمت، وفي اللحظه ديت بايشو حس ان فيها حد بيراقبه وشاور بصبعه وطلع واحد من السقف كان بيحاول يقتله. الواد وقع وقال له: سامحني بالله عليك. بايشو ساله: مين اللي بعتك؟ الواد حاول يهرب وقال له: اهدى وهفهمك كل حاجه، وراح رامي شبكه عنكبوت لفت حوالين رقب بطلنا. تيشان صرخت بخوف والقاتل ضحك وقال: يا غبي ما تستهينش بالعدو ابدا، هقطع راسك واخد المكافاه. بس فجاه استغرب وقال: ايه ده؟ ليه ما بتتقطعش؟ ده شبكتي اقوى
من الفولاذ. البطل قال له ببرود وريني قدرت تعمل ايه، وفي ثانيه واحده القوه طلعت من المكعب وهجمت على القاتل وهو بيصرخ مخ عاوز مخ. الولد اترعب والقوه اخترقت جسمه، والبطل قال له انت بقيت خادمي دلوقتي وعادتك القديمه ديت لازم تنساها. البطل وطى جنب القاتل وشاف رمز على ايده. مينج اول ما شافه صرخ ديت كنيسه عبده الوحوش، ديت منظمه قاتله بقالها الاف السنين، ما بيهابوش حد وما بيقبلوش اوامر غير من تقال قويه، دول مجانين ومستعدين يعملوا اي حاجه. وسال البطل يا فندم انت عاديت مين؟ البطل رد بكلمه واحده دونج فانج. تانزي هنا اتعصبت جدا واتصلت بجدها وقالت له ازاي يبعتوا قاتل لاخويا، انا هبلغ جده فورا. وعيلة جو قررت ان الموضوع ده مش هيمر بسلامه. وفي بار يوانو كان قاعد مع بنتين وبيقول لليانا ديت حاجه مش شخصيه، انت اللي جبته لنفسك. فجاه حراس دخلوا وخدوه بالعافيه وهو بيزعق انتوا مين ازاي تخطفوني، عيلة دونج فانج هتقطع رقبتكم. بس اول ما بصوا قدامه في العربيه شاف شين يوان كبير خدم عيلته. وصلوا لضيعه عيلة جو وشين يون جره من شعره ورماه على الارض وحط رجله على راسه. يوانو اتجنن انت بتعمل ايه يا شين يون؟ قال له لازم تفهم نتائج افعالك وتحترم عيلة جو، لولا ان رئيس العيله خايف عليك ما كانش سلمك ليا كده. شين يون قدم اعتذار رسمي لعيلة جو وركل يوانو ركله قويه خلاه يصرخ من الالم. جو ان الجد قال من البلكونه ان عيلة دونج فونج مش هتكرر الحركه دي التانيه. وفي العربيه شين يون بلغ يوانو ان ابوه مش شايفه كفء انه يمسك الشغل وطرده من العيله. يوانو اتجنن ورمى اللوم على ليان وحلف ان هيقتل الكل لما يرجع. وعلى الجانب الآخر البطل بدأ يصهر الأسلحة القوية بتاعته، والقوة اللي هو حبسها كانت عمالة تقول له عاوز أكل مخ. البطل عمل سلسلة وحطها لجي في رقبتها وقال لها ديت هتحميكي وأنا مش موجودة. ليكون كان واقف ساعتها على الباب والبطل اداله حاجة تساعده في تدريبه وقال له لو غلطت حياتك هتكون على المحك. وبعد شوية راحوا لضواحي مدينة كينج كانجو. تانجو قال له يا فندم الغراب الأسود ده حلقة قتال تحت الأرض وصاحبها غريب الأطوال وما بيحبش عيلة جو. تنزهين قالت للبطل يا اخويا ادخل الاطوال وانت مطمنه احنا هنسد معاك. بطلنا حس ان هم طيبين بس غلابه، فمسك تنزهين من كتفها وخبط تانجو في صدره. وفجاه طاقه مرعبه طلعت وتانجو بقى نار. صرخ في الاول بس بعدين حس ان النار ديت ما بقتش بتحرقه وبقت جزء منه وهدومه اتقطعت من قوه العضلات. بطلنا قال له انا فكيت الاختام اللي على طقطقه ديت مكافاتك لليوم. وفي حلبه الغبار الاسود دخلوا المكان وكان مليان بلطجيه ومحاربين. تانجو بيحذر بطلنا من الناس اللي لابسه اسوره حمراء لان دولت قتله محترفين. واحد بلطجي ساعتها حاول يضايق تنزهين فبطلنا بيرمي بعيد. واحد اسمه لوسان معاه سور احمر حط ايده على كتف بطلنا وقال له انت جديد هنا انزل واعتذر احسن لك. هنا ظهر شيان نان رئيس الحلبه وهدى الدنيا وقال ان دولت ضيوفنا. بطلنا قعد معاه وشيانان عرض عليهم مشروب. بطلنا كان حاسس ان في اثر سحري لمعلم هنا قريب من المكان، ولكن تانجو كان بيحاول يتكلم معاه وطلب من بطلنا يشارك في القتال. وشيان نان وافق بس حذرهم ان القتال للموت. بطلنا غمض عينه وركز وحس بوجود اثر بيسرق الارواح. احجزوا لمكان انا داخل الاطلال مش هنخذلك يا فندم. البطل مشى وهو بيفكر الاول لازم اتعامل مع الاثر السحري اللي موجود. وفي الخلفيه كان الجمهور في الحلبه بيصرخ بجنون اقتلوا اقتلوا. بطلنا ابتسم وافتكر ان من زمان والمعلمين كانوا بيقتلوا بعض كده والناس كانت بتتبسط. حلل الموقف بذكاء وعرف ان الاثر القوي اللي هنا ده بيسرق القوه اللي موجوده بس في نقطه ضعيفه ما بيقدرش يسيطر على بقايا القوه كلها. فقرر يدخل بجزء بس من قوته علشان يبقى فمان وقال ديت مساله بسيطه. وفي ثانيه واحده بطلنا طار ودخل الاطلال اللي تحت الحلبه وفضل يفكر المعلمين بيبنوا الاماكن ديت في حتت فيها طاقه مركزه علشان الزمان ما ياثرش على الكنوز اللي فيها، بس ليه الاثر ده عمال يقل كده. فجاه لقى تمثال بدا يتحرك وفهم ان المعلمين كانوا عاملين حسابهم ان في حد ممكن يسرق القوة اللي هنا فسابوا حراس. البطل بص له باحتقار وقال حتى الوحوش زيكم كده مش هيقفوا في طريقي، واستخدم اسلوب صدة الليتشيا وفجر طاقة طيرت كل اللي قدامه. وكان هدفه يوصل لعمق الاطلال علشان يلاقي السلاح الاصلي. وهو ماشي هجم عليه وحش بيسرق القوة. البطل مد ايده بكل ثقة قال انزل تحت واستخدم اسلوب سيف لينجنونج الثاني طريق اللعنات. الوحش ساعتها بيقع ميت في مكانه. البطل كان بيدور على قلب التشكيل
تشكيل لحد ما سمع صوت بنت بتستغيث. لقى شيان جنينجا مربوطة بسلاسل في نص دائرة قوية، كسر السلاسل وحررها، والبنت قامت مخضوضة وشكرته وقالت له انت مين؟ بابا اللي بعتك. بطلنا قال لها بجمودة لو عاوزة تعيشي ارجعي لجسمك فورا. هي بصت له باعجاب وقالت له في سرها رغم انه بارد بس هو شكله كويس. وفي نفس الوقت ده جسم البطل الحقيقي كان قاعد بيراقب الحلبة. المذيع ساعتها اعلن عن ماتش مرعب بين الاخوات موت شيان ضد ولاد عائلة جو تانجو وتنزي. هنا الجمهور اتجنن، اللي جابوا ولاد عائلة جو هنا ده هيموتهم، والكل راهن بفلوسه على الاخوة الاخوات كانوا شايفين تانجو واخته مجرد عيال فرافير ومش قد القتال، بس تانجو قال لاخته ما تخافيش المعلم ساعدنا والنصر مضمون. القتال بدأ وتانجو استخدم النار المراوغة وضرب هجمات نار قوية، بس موتشان كان سريع جدا لدرجة انه بقى اسرع من الصوت، وضرب تانجو ضربة قوية ورمى عليه طاقة ظلماء خلت تانجو مش قادر يقوم. هجمت على تنزهين بحجارة ووجعتها، والجمهور كان بيشجع وعاوزين يشوفوا دم. الراجل العجوز اللي قاعد جنب بطلنا قال العيال ديت خسرت خلاص، لكن بطلنا بيرد ببرود النتيجة محسومة بالفعل. موتشيان افتكر انه خلص على تانجو قال له لعبتك خلصت يا ابن الاكابر، سلاحي مسموم وانت كده هتموت. بس تانجو قام وركع وقال له لو مكانك ما تثقش في نفسك كده، واستخدم طاقة النار. تانجو ولع في الارض كلها وموتشيان صرخة ازاي السم ما اثرش فيك؟ سم السوق السوداء ده ما يقتلنيش، ناري اسرع منه. والجمهور اتصدم لما ولاد عائلة جوا كسبوا القتال واللي راهنوا عليهم بقوا اغنياء وقفلوا ديونهم. صاحب الحلبة نانان دخل يبارك لولاد عائلة جوا، بس قال لهم ان في تحدي من صاحب السوار الاحمر ليليانا. تانجو تعصب احنا وفينا بوعدنا، ليه عاوز تدخل المعلم الحلبة؟ نانان قال له ديت قوانين الحلبة، صاحب السوار الاحمر ليه الحق يتحدى اي حد هو عاوزه. البطل وافق بمنتهى الهدوء ولبس السوار قمع القوة ودخل الحلبة. الموظفين اللي بيراقبوا الشاشات استغربوا ان قوة ليان فوق المعدل الطبيعي بمراحل. المذيع ولع الدنيا، يا جمهورنا معانا وحش جديد ليليانا ضد الوحش شان الدموية. شان جرح ايده وطلع منه كام نقطة دم وقال للبطل قابلتك تاني يا ولد. القتال بدأ وبطلنا عمل حاجز حماية وشان بدأ يهاجم بالدم المتفجر، بس بطلنا استخدم اسلوب سيف لينجو التاني وخلى الحجارة تطير في الهواء. شان استغرب من قوة بطلنا، الحجارة انفجرت وطلعت كمية دم رهيبة وجرح بطلنا جرح صغير في خده. شان اتجنن وقال انا ملك اللعبة ديت مفيش حد هيهزمني، واستخدم الدم اللي نزل من وش بطلنا علشان يقتله. تنزيهان وتانجو صرخوا من الخوف وافتكروا ان بطلنا مات ومخه اتمسح في الارض، بس فجأة بطلنا ظهر من وسط الدخان وقال بكل برودة انت امتع مما توقعت. شان كان هيموت من الصدمة، ازاي لسه عايش؟ بطلنا قال له اي حد غيري كان هيموت، بس حظك وحش انك قدامي. واستخدم سيف شياو ووجه ضربة قاضية لشان خلاه يرجع دم ويقع ميت على الارض. المذيع صرخ بسهولة الفايز هو ليليانا. بطلنا مشى وهو بيفكر في ذكريات القتال القديمة وقال دلوقتي وقت الاطلال. الجمهور كان مصدوم وزعلان على فلوسهم اللي خسروها، بس عرفوا ان في نجم جديد ظهر للحلبة بتاعتهم واسمه هو ليانا. يوانو كان بيراقب الحلبة وهو بيغلي وبيرمي نضارته وبيصرخ ان ليان لازم يموت. وتنزيهان جريت على بطلنا وهي ميتة من الفرح وبتقول له يا اخويا انت قوي جدا مفيش حد قدر يغلبك. تانجو كمان كان بيبص لبطلنا باعجاب شديد وبيقول له يا معلم انا بجد مبهور بيك وعمري ما هقف ضدك ابدا. بطلنا لبس الجاكيت الجديد ببرود ورد عليه في المستقبل انت واختك هتوصلوا لمستويات. تانجو صرخ بحماس انه هيشتغل ليل نهار علشان يوصل لده، وتنزيهان استغربت وسالته بتتكلم بجد؟ بطلنا غمض عينه وفكر ان مهارات شان كانت كويسة وان القتال معاه خلى دفاع جسمه يتطور بشكل ملحوظ، وعلشان كده فهو عاوز يطور الكل. وصلوا ساعتها لمكتب نان صاحب الحلبة اللي قرب من بطلنا وهو مبهور وقال له يا سيد لي انت قريب من الامبراطورية، ازاي قدرت تهزم اقوى مقاتل في اصحاب الاسورة الحمراء؟ تانجو قطع وقال له يا سيد نان انت ناسي انك مديون لينا ولا ايه؟ نان رد بسرعة ابدا اتفضل ورايا، وفتح باب ورا الشاشة ونزل بيهم بسلم سري لغاية ما يوصلوا للاطلال. وهم نازلين نان اعتذر لهم وحذرهم اي حد دخل المكان ده كان مصيره الموت. بنتي شيا نانجي دخلت في غيبوبة وصرفت ثروتي على الدكاترة ومفيش فايدة ولسه ما فاقتش. البطل بتاعنا قال له ببساطة بنتك بقت كويسة. نان اتصدم بتقول ايه يا سيد لي؟ وفي اللحظة ديت جاله تليفون بلغه ان بنته فاقت من الغيبوبة. نان كان هيتجنن من الفرح وما كانش فاهم ليان عارف ازاي، وسأله هو انت اللي انقذتها؟ بطلنا كمل مشي وقال له روح لبنتك دلوقتي انا عارف طريق كويسة. نان شك
شكره بحرارة ومشى. وتنزيهان سألت أخوها هو لحق ينقذها أمتى. تانجو رد عليها قوة المعلم فوق مستوانا فمش عاوزين نفكر كتير. وفي المستشفى شان وحش الدم شال المحالين من إيده وهو بيغلي. ليان لازم يموت. الدكتور حاول يوقفه بس يوانو دخل عليهم وقلع الماسك والكاب وقال له شكلنا كده عندنا عدو مشترك، ايه رأيك نحط ايدينا في بعض علشان نقضي عليه. وعند الأطلال تنزيهان كانت قرفانة من الريحة، وتانجو لاحظ أثر خناقة مرعبة وقال شكل المعلم كان هنا قبل كده. بطلنا وجه السحر بتاعه وقال لهم ان النظام اللي هنا بايظ ولازم ينزلوا لتحت اكتر. فجأة ظهرت جمجمة عملاقة وظهرت طاقة وبطلنا بص لها بس، فالجمجمة اتشرخت واتدمرت في ثانية. تنزيهان اتصدمت وقالت له ده انت قتلتها بنظرة. شان ويوان كانوا بيراقبوا من بعيد هما كمان، وشان استغرب من المكان. مش مهم المكان، المهم ان هو يموت هنا. وجي وقت استخدام الكارت الكسبان وشاور على حارسين ليفل 9 قوتهم مجهولة. بطلنا وهو مكمل مشي تنزيهين لاحظت ان ريحة الطاقة بقت بتزيد، والبطل اعجب بحساسية الطاقة عندها. فجأة بقى ظهرت ارواح حارسة، والبطل قال لهم يستخبوا وراه وفهم ان المعلمين اللي قدام بيستخدموا القوة ديت كحراس. دخلوا اوضة مليانة اسلحة قوية، وتنزيهان سمعت صوت من صندوق بيقول ساعدني وحررني. اول ما قربت روح مرعبة هجمت عليها وقالت الجسم ده بقى ملكي خلاص. بطلنا ضرب شعاع طاقة في صدر تنزيهان طرد الروح ديت منها، ولقى حاجة من اليشبه وعرف انها تبع طائفة الدم، واستغرب ان الطائفة ديت موجودة في العالم ده زي عالمه القديم. وفجأة حصل انفجار ودخل شانو مع الحراس وقال يا ولد انت هنا مفيش حلبة مش هرحمك. بطلنا عمل حاجز حماية لتانجو واخته وامرهم يفضلوا مكانهم. شان ضرب قذائف الدم بس بطلنا تفاداها بسهولة وفجرها. تانجو زعق يا غشاش جايب رجالتك علشان تخلص على المعلم بتاعي، ده انت هتموت. بطلنا ساعتها لاحظ ان الخصم قوي يستاهل يستخدم قوته الحقيقية قدامه، وفكر ان القتال ده هيخلي طاقته الحقيقية تنفجر وتطور زراعته لمستوى اعلى من اللي هو فيه. شان ساعتها ضرب قذائف بدم بتتفجر لما تتجلط، فبطلنا بقى استخدم اسلوب سيف لينج لونج الرابع الابادة، وهجم عليه حراس شكلهم غريب وسببوا لليان جروح بسيطة وانفجارات في ظهره. يوانو كان بيراقب من ورا الحيطة وشمتان. شان ساعتها كان فاكر انه هيهزم بطلنا بطاقة الدم اللي ما بتخلص، بس بطلنا استخدم الاسلوب الخامس ضوء القمر وقطع الحارس ليفل 9 نصين وقلب برود. لو ده اخرك يبقى انا هنفخك دلوقتي. الكارت الاخير والنهاية. شان ضحك وقال انه من غير سوار القمعة يقدر ينفجر كأنه بركان، وحاول يضرب رصاصات كهربائية خارقة للمادة، بس بطلنا بفرقعة صباع واحدة استدعى كلب الحمم اللي حرق المكان بالنيران بتاعته. شان حاول يحمي نفسه بحائط سليجي بس النار كانت اقوى. الحراس بتوعه هربوا واتحرقوا، وشان في لحظة يأس قرر يفجر نفسه علشان ياخد بطلنا معاه. حصل انفجار مهول وتنزيهين صرخت بخوف، بس البطل طلع من وسط الدخان وقال لسه في واحد ناقص، وشاور بصبعه جوه الانفجار ناحية يوانو اللي كان مستخبي. يوانو وقع على الارض ونزل وبدأ يعيط ويشحت الرحمة. يا ليان انا غلطان هبقى زي الكلب تحت رجليك، بس سيبنا عايشة. البطل سابه مشى من جنبه ببرود، ويوانو افتكروا عبيط وجرى علشان يهرب وهو بيشتمه في سره، بس فجأة القوة اللي في المكان هجمت عليه واكلته وهو بيصرخ. تانجو قال الاشرار دايما بياخدوا جزائهم، والمعلم بس مش عاوز يوسخ ايده بدمه. بطلنا ساعتها وصل لتمثال على شكل كباشة وفي راسه سيف مغروز. السيف ده كان مصنوع من كريستالة النيازك وقيمته ما تتقدرش بالمال. اول ما بطلنا مسك السيف دم كتير بدأ ينزل من الجمجمة ويملى المكان. تنزيهين خافت وافتكرت انه وفخ، بس بطلنا ببرود رمى نفسه في وسط سيل الدم ده، وتانجو نط وراه وهو واثق ان المعلم مسيطر على كل حاجة. بطلنا فضل يغطس لتحت اكتر واكتر لحد ما نزل في المنطقة بتاعة الدم، وهو ماشي هناك فضل يفكر ان المكان ده المفروض يكون منبع الطاقة في العالم كله، بس استغرب ان الطاقة فيه مش قوية زي ما كان يتخيل. مد ايده لقى وردة بتطلع بس في المكان اللي طاقته عالية، بس لقاها دبلانة، فعرف ان في حد حط ختم حبس الطاقة ومنحها انها تمشي في المكان. رفع ايده بطل الوردة وخلى اوراقها تطير، وقعد يسأل نفسه من القوي اللي قدر يقفل المحبس بتاع الطاقة ديته. واول ما لمس رسمة على الارض الدنيا اتهزت ولقى نفسه قدام وحش مرعب من المستوى التاسع. الوحش صرخ فيه اللي يهوب ناحية الارض مصير الموت. البطل لاحظ ان الوحش ده ذكاؤه مش بطالة وسأله انت خادم عند مين؟ الوحش ما نطقش ونط في الهواء وهجم عليه. ساعتها بطلنا تفاداه بسرعة وعرف ان الوحش ده مجرد آلة بتنفذ اوامر سيدها اللي قفل الطاقة. بطلنا قرر يطهر الوحش، استجمع قوته وعمل دراع حماية، وبالسيف المكسور بتاعه بدأ يقطع في جسم الوحش، والوحش كشر عن ان
يابو وطلع أزرع أخطبوطية حاولت تكتفه، بس بطلنا كان أسرع وأطاح كلها. البطل قعد يفكر إن مزارعين الأرض أقوياء، بس مزارعين العالم التاني دولت أساطير ما سمعناش عنهم غير في الحكايات، وافتكر إنه في العالم اللي فات اتعلم تقنية أمواج الأرض اللي محتاجة طاقة نقية جدا، وعرف إن الجو كان صعب والطاقة قليلة، ولكنه صمم إنه مش هيرجع خطوة لورا. بدأ يضرب الوحش في عينه ولاحظ إن كل ما الوحش يتصاب الختم بيضعف أكتر. جسم البطل بدأ يمتص طاقة الختم وكان حاسس إنه ممكن يتفرتك من قوة الضغط، بس قال لازم أحقق هدفي، وبضربة سيف أخيرة ومعاه نسخة قوية منها خلصوا على الوحش تماما. البطل بص لإيده ولقى نفسه قدر يتقن أمواج الأرض وبقت قوته مرعبة أكتر من الأول بكتير. وفي ذلك الوقت تنزهين وأخوها حسوا بريحة قوية والورد ملى المكان، وعرفوا إن المعلم عمل حاجة عظيمة، والجد جوين كان قاعد بيشرب ورايق كأنه كان مستني اللحظة ديت. أما دونجي فان يوان فكان قاعد مع واحد اسمه جيوانجو بيعمل بيزنس في الأدوية. فجأة جاله خبر إن الجهاز اللي في جسم ابنه يوان شوا وقف، فعرف إنه مات. ما مسكش أعصابه وحلف إنه هيقتل عائلة جو كلهم لما ينضم للمنظمة الكبيرة اللي بيحاول يخش فيها، بس قدام الضيف عمل نفسه مش مهتم وقال شوية كلاب بيعملوا مشاكل وهبعت أخلص عليهم. وبعد كام يوم البطل كان بيجمع طاقته، فجأة ظهر صندوق طلع منه بنت اسمها شويو وقالت أخيرا الحرية. استغربت لما شافت بطلنا وقالت له مزارع من ليفل الأرض، أنا لو كنت شاطرة كده ما كنتش وقعت في المشاكل ديت. بطلنا خبط على الأرض فخافت وقالت له أنا القطة المشهورة. بطلنا سألها دخلت هنا ازاي؟ قالت له والله ما أعرف، أنا صحيت لقيت نفسي محبوسة في الصندوق المعفن ده، وفجأة تحولت لقطة ونطت عليه وقالت له خليني رفيقتك في السفر، أنا قطة جميلة وهبقى مفيدة ليك. بطلنا بصلها ببرود وقال لها غوري من هنا، وطلعت طاقة طيرتها بعيدة، بس هي صممت وقالت له القطة ما بتغلطش في اختياراتها، انت المعلم صح؟ البطل افتكر ذكريات قديمة وانها ممكن تساعده يعدي الكوارث، فمسكها من ودانها وقال لها لو ساعدتيني اعدي المصايب اللي جاية اوعدك انها خليك تعيش اكتر، وهي وافقت فورا بالكلام ده. فيا ترى ايه هو سر القطة ديت؟ وليه بطلنا بيفكر في حاجة ليها؟ وهل قوتها ليها سر كبير؟ ده اللي هنعرف يا اصدقائي في الاجزاء القادمة. استنى في الجزء القادم من حكاية بايشو، وما تنساش انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعي اخواتنا في كل مكان ان ربنا ينصرهم بالنصر القريب. ولو كنت فاضي او مشغول فعاوزك تصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.